رمضان كريم عليكم جميعا، يا رب يكتب لنا ولكم فيه القبول، ويملأ بيوتنا سكينة ورضا، ويحقق لكل واحد فينا أمنية بقلبه. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من على سفرة رمضان. واليوم معنا طبق من الأطباق اللي ما بتغيب عن السفرة، اللي يبرق على أصوله: ورق عنب طري، حشو متبلة وموزونة، وطعم حامض بيفتح النفس. خلونا نبلش مع بعض ونشوف شلون عملته معكم. بداية أعزائي، الورق العنب عندي أنا لافيته قبل رمضان ومفرزيته ومجهزيته بالفريزر اختصارا للوقت وسهولة للشغل. طلعت كيسين ورق عنب عندي، وعندي هون كمية من اللحم بنحطها بسفل الطنجرة. طبعا حطيت طبقة من البطاطا اختيارية بس لأن أولادي بيحبوها، وضفت عليها شوي صغيرة ملح وكمان رشة فلفل ورشة زنجبيل، يعني مثل ما بنقول تتبيلة خفيفة للحمة. بعد ما خلصنا هاي المرحلة رح نبلش نصف اليبرق عنا. شوفولي ما شاء الله بيطلع من التفريز كأن بهاي اللحظة هاي لافينه، يعني ما ببين عليه انه مفرز ابدا ابدا. ونحن هيك بنكون سهلنا على حالنا شغل واختصرنا على حالنا وقت، وطبختنا بتكون جاهزة. وشوفولي ما شاء الله اللون الاخضر يلي بيفتح النفس. بنصف كل الكمية اللي موجودة عنا بشكل دائري لحتى نضمن، او فينا كمان نحطهم بشكل طولي، يعني حسب انتو شو بتحبوا، بس يفضل انه هيك يكونوا مرتبين بشكل دائري لحتى يتغطوا ويكونوا تمام. حطيت طبعا بيناتهم حصوص ثوم وراس ثوم كامل، فيكم تكسروه حسب انتو شو ما بتحبوا. ورشيت عليهم ملح وفلفل ونعناع يابس، صدقا النعناع بيعطي نكهة كثير طيبة. ورح ضيف عليهم مي مغلية، وبعدين رح ثقلهم وارفعهم على نار عالية لحتى يبلش يغلى عنا. بعدين بنوطي عليهم نتركهم يستووا على مهلهم. تقريبا أنا حطيتهم 4 ساعات على نار كثير هادية، يعني خليتهم يستووا ويتنهنهوا على أقل من مهلهم. وهون ما شاء الله بعد ما مضى عليهم تقريبا وقت من الزمن كانوا ما شاء الله مستويين ورايحين نيفة على الآخر. بس لازم نحط عليهم ليمون ونتركهم كمان يغلوا غلوتين لحتى الحموضة تتغلغل بقلب كل حبات الورق اللي موجودة بالطنجرة. حطيت عليهم عصير حبتين ليمون، وفينا نضيف مي وملح الليمون بنذوبهم مع بعض، يعني حسب انتو شو بتحبوا وشو متوفر عندكم. طبعا هون كنت عم بحضر التبولة، عندي كمية من البرغل الناعم، ضفت عليه ملح ونعناع يابس وصماق وبحركهم. بعدين راح ضيف عليهم عصير حبة ليمون، وراح ضيف عليهم كمية من زيت الزيتون. طبعا هون نحنا هاي الخطوة بدل ما ننقع البرغل نحنا هون بنتبله وبنكون نقعناه بالليمون وبزيت الزيتون. وهون الخضرة راح نجهزها. طبعا أنا بستخدم للتبولة بقدونس وخس وبصل أخضر ونعنع وخيار وبندورة، وكل مين وشو بيحب يحط بقلب تبولته مشان ما نختلف على هاي الخطوة. طبعا آخر إشي لما فرمت البندورة، طبعا البندورة بفرمها كمان محضرة الطعام، فيكم تفرموها على ايدكم. أخدت المي تبع البندورة وصفيتها وحطيتها فوق البرغل كمان لتعزيز النكهة. هيك بنكون نقعنا بدل المي كمان مية بندورة إضافة لزيت الزيتون والليمون. وهيك بتكون التبلة جاهزة على جنب قبل الإفطار. بس علينا إنه نتبل التبولة، نحط الحشو فوقيها، البرغل الناعم قصدي، وهيك بتكون عنا أزكى وأشهى تبولة. طبعا هون بهاي الأثناء اليبرك كان له تقريبا 5 دقايق عم يغلى مع الليمون. طفيت تحته وخليته على جنب، وبنص العجقة اللي أنا فيها جوزي إجا على باله يعمل عوامة. طبعا هو قام اشتغل فيها وأنا رجعت كمل شغلي بالفطور. هون قبل ما يأذن تقريبا نص ساعة حطيت التبلة اللي تبلناها مع بعض على جنب فوق التبولة فوق الخضرة اللي أنا فارميتها، وحركتهم وكانت جاهزة للتقديم. وهون ما شاء الله صورت لكم جزء بسيط من شغل جوزي، شغل العوامة. شوفوا لي ما شاء الله اللون والإشقرار، أما القرمشة كمان عالم ثاني. هون ما شاء الله كان عم يشتغل فيهن، طبعا بيقلين على دفعتين هيك لحتى نحصل على القرشة يلي بتكون كأنه نحنا شارينها من السوق، يعني ما حيميزوا إذا شغل بيت أو شغل سوق مين ما ذاقها عندكم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي هسه هون حبيت أفرجيكم كمان، شوفوا القرشة اللي فيها القطر متغلغل لجواتها. أكلة حلوة رمضانية بامتياز، بعد الفطور جنب فنجان قهوة تطلع يا سلام. وهون بعد ما زبطتها ورستقتها هذا الشكل النهائي كان لإلها. طبعا اليبرك كان مستوي، شوفولي ما شاء الله. بعد ما هديت عليه وتركته لحتى ارتاح صفيت المي منه وقلبته. شوفولي هالمنظر وهاللوحة الخرافية يلي بتغرف القلب. صدقا الريحة دمار، لو بتوصل لعندكم وصلت لكم إياها.
وبهيك بتكون خلصت معنا حلقة اليوم من على سفرة رمضان. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها على سفرتكم. يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويجعل الشهر الكريم بداية فرج وخير وبركة لكل بيت. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وشاركوني بالتعليقات شو حابين نشوف بالحلقات الجاية وشو كان فطوركم لليوم. رمضان مبارك عليكم جميعا، وبشوفكم بحلقة جديدة. سلام.